سبحان الله أخشى أن رب العالمين ما يغفر لي مهما عظمت الذنوب فإن رحمة الله أعظم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كيف حالك أخي عمر؟ الله يبارك فيك. البعض يقول أنا يعني فعلت كثير من الذنوب، وسبحان الله أخشى أن رب العالمين ما يغفر لي، وأخاف أن رب العالمين ما يغفر لي ولم يدخلني الجنة، وأريد أن أتوب لكن أتردد. دم يعني ما عندي إيش إنه ذلك الهاجس إني أتوب ورب العالمين يغفر لي. فذا نسأل الله أن يغفر للجميع، ونريد منك رسالة للإخوة. آمين وإياكم، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إخواني الأفاضل، الله عز وجل قال في محكم التنزيل: قل يا عبادي الذين أسرفوا. انظر، ما قال يا بني آدم، ما قال يا أيها الإنس، وإنما نادى بمنادى التلطف أو بنداء التلطف، الرحمة، الشفقة. يا عبادي، قل يا عبادي الذين، ما قال أذنبوا، أسرفوا على أنفسهم. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فالإنسان لا يقنط من رحمة الله، ومهما عظمت الذنوب فإن رحمة الله أعظم. والله عز وجل قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مهما كان الذنب، ما لم يكن شركا فإن الله عز وجل يغفره. حتى الشرك إذا تاب صاحب الشرك من الشرك فإن الله يغفره. فلا تقنط من رحمة الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. والله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله يفرح بتوبة العبد، الله أشد فرحا بتوبة العبد. الله عز وجل لله أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم براحلته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: فينبغي للمؤمن أن لا يقنط من رحمة الله عز وجل، وأن يعلم أن الله هو الغفور الرحيم، وأن الله ذو الفضل العظيم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. الله يجزاك خير. آمين.